السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اليوم جيتكم بوصفة تاع مركز الليمون اللي نحتاجوها كامل خاصة في شهر رمضان. هذا المركز يعني بملعقة واحدة فقط في كاس تاع الماء 10 دقائق بالأذان وانت تحصلتي على أحسن جوي، سواء تخلطيه مع الماء ولا كيما هنايا خلطته هنايا مع عصير البرتقال. وهذا المركز نخدموا به الليمون ونخدموا به البرتقال. الحاجه الاولى هنايا نقيت الليمون، نزعت منه القشره تاع هذيك البيضاء، واللزاز درته هنايا وحده باش نديرها في كونجيلاتور نحضر به يعني الحلويات ولا يعني الكعك ولا حاجه. والليمون هنايا طحنته في الاشوار ومن بعدك عصرته. ندي عصير الليمون فقط، ما نزيدوش الماء، العصير فقط، ما نزيدوش معاه الماء. ومن بعدك نصفوا الليمون، العصير هذا اللي نتحصلوا عليه نزيدو نعصروا كاع الكميه اللي تكون عندنا. وهذا هذا الطريقه نخدموا بها الليمون ونخدموا بها كذلك التشينا برتقال. بالنسبة للكمية، كل كاس تاع عصير ليمون يقابله كاس تاع سكر. كل كاس تاع عصير ليمون كاس تاع سكر عفوا. واذا درنا برتقال ثاني كاس عصير تاع برتقال كاس سكر. هنا نخلطوهم مليح، نخلطوا الليمون مع السكر، سواء تخلوهم يباتوا ولا غير نخلطوهم غايه بالبغاميكسر. نذوبوا السكر اللي قله يذوب غايه، نخلطوهم مليح مليح. ومن بعدك نديروهم في بورطمونجي ولا قابسه ولا نديروهم في الكونجيلاتور. هنا درتهم في هذا البورطمونجي ونغلقوه نبلعوه غايه ونديروه في المجمد. تخليه يعني الوقت اللي تخليه من تجبديه من الثلاجه ولا من المجمد يعني ينقلع لك بسرعه بسهوله كاع ما يغبنكش. انا هنا خليته 24 ساعه، والغدوه من ذاك جبدته هذاك نوري لكم القوام تاعه. يعني كي يصبح داير تقلعي بالخف بالمغرف وديري في كاس تاع ماء، ولا تزيدي له سواء الليمون عفوا النعناع ولا تزيديه للبرتقال. هنا الصباح وين نشوف كي صبح بعد اللي جمدنا بكل سهوله نقلعوا مغرف منه ونديروها في كاس، نزيدوا له الماء. قادر اللي بغى يزيد له النعناع يزيد النعناع، ولا ثاني يكون عندك عصير تاع برتقال زدت له ثاني شويه ليم يعطيه يعني طعم ولا اروع. شوفوا القوام تاعه كيف راه داير. ننصحكم تجربوه في اقرب وقت. هذا المغرف من هذا المركز طلع لك حوالي كأس تاع عصير ليمون. نزيدوا لها الماء ونخلطوها. بالنسبه لعصير برتقال راني عصره هنايا حوالي 3 حبات ولا تاع برتقال كبار وزدت لهم مركز الليمون. ثاني تجيب انت ولا اروع. خلطوهم غايه باش يذوب لنا هذاك المركز تاع الليمون. ونعاودوا نردوا هذا المركز تاع الليمون نعاودوا نردوه في المجمد اللي حتى نهار واحد اخر حتى من نبغوا نجبدوه وين ما نبغوا نخدموا به نعاودوا نجبدوه نقلعوا الكميه اللي نحتاجوها ونعاودوا نردوه في المجمد. ان شاء الله تعجبكم الوصفه باذن الله.